في أيام الخلافة العباسية كان هناك رجل عجوز يدعى حسن. كان يعيش في مدينة بغداد، وكانت عيناه تحمل آثار الزمن والحكم الطويل. كان حسن يحب التجوال في أسواق المدينة، حيث يلتقي بالناس ويستمع إلى قصصهم. يوما ما وهو يتجول في سوق البصرة، شاهد حسن تاجرا يعرض أقمشة فاخرة. كانت الأقمشة ملونة ومزينة بأنماط هندسية معقدة. انبهر حسن بجمالها وألوانها، وقرر أن يشتري قطعة قماش ليصنع منها ثوبا جديدا. اختار حسن قماشا أزرقا غامقا، ودفع للتاجر ثمنه، ثم ذهب إلى خياط ماهر ليصنع له الثوب. استغرق الأمر بضعة أيام، وعندما استلم حسن الثوب كان يبدو رائعا. كانت الألوان تتداخل بشكل جميل، وكأنها تحكي قصة عن الحضارة والتجارة والفن. ارتدى حسن الثوب الجديد وعاد إلى الأسواق. كان الناس يلتفتون إليه، معجبين بجمال القماش والتصميم. كان حسن يشعر بالفخر والسعادة، وكأنه يحمل جزءا من تاريخ العصر العباسي على جسده. وهكذا استمر حسن في التجوال في أسواق بغداد، يرتدي ثوبه الجديد ويستمع إلى قصص الناس. كان يعيش حياة بسيطة وجميلة، يحمل في قلبه ذكريات العصر العباسي وروح التجارة والفن.